يعني المعارض ولا الإنسان الناقم ولا الإنسان الناقد لما يسمى النظام الجزائري ولا الأحوال المعيشية في الجزائر أصبح اليوم يعاني التخوين ويعاني العمالة. إذا ما كنتش عامل للمخزن تولي أيدي خارجية، وإذا ما كنتش عامل عندك مرتك مغربية، وإذا ما عندكش مرتك مغربية عندك جيرانك مغاربة وراهم مسكنينك وراح يحاوزوك. يعني هذه من أصعب المضايقات اللي تعرضت لها أنا. هادي حاجة الأولى. سي فري كو في لاجيري ما كناش نهضروا على المغرب ولا نتناقشوا في أمور المغرب. باغ اكزومبل أنا جامي عرفت ما معنى المغرب أو قضية الصحراء المغربية. هادي كي دخلت لتيك توك لقيت هنالك حرب طاحنة بين الشعبين، وهنالك بروباغندا من كلا الطرفين. البروباغندا الجزائرية فاشلة شوية يعني في بعض العفايس، والمثال الواضح بأن البروباغندا خسرت أنك اليوم وليت تستعين بالتلفزيون الوطني باش تجوز أفكار، هذيك الأفكار اللي هي مغلوطة تماما. التلفزيون الجزائري اليوم ولا يمد واحد العفايس ولي زانفورماسيون اللي ما عندهم حتى علاقة بالواقع وتنافي الواقع. تا كي تجي تشوف ما بار اكزومبل ملعب الرباط، حنا ما متعارف عليه هو أن الناس قاع تروح قدام الملاعب هذيك ودير روبورتاجات وتحكي مع المشجعين وكذا. حنا للاسف رحنا شفنا الجورناليست الجيريان راح في كاش دخله هكا في خرجه ولا في جبل ولا في نضحك. مدينه الرباط، وراح دار حوار كابابل يكون داروا في الجزائر هذاك الحوار وداه معاه. فهمتي كيفاش؟ يعني تقدر يتسنى كلش. المشكل وين راهو ان البروباغندا اليوم اصبحت فاشله جدا واصبحت معالمها واضحه. يعني الهدف منها هو ضرب حاجه واسمها المغرب. دوك انت الى اليوم نهضروا كاين ناس مغاربه وكاين ناس جزائريين هم تكاتيكا كانوا متضاربين. هادوك تكاتيكا يكذبوا على الشعب المغربي، والتكاتيكا تاع الجزائر يكذبوا على الجزائريين. هادوك نورمال كانوا متضاربين. ولكن كي طلع النيفو ولا تلفزيون الوطني يهضر على الناس اللي هي في تيك توك ما فيهاش. فهمتي كيفاش؟ انا يا واحد تعرضت للتخوين ومن بعد تزوجت مغربيه ومن بعد جيراني مغاربه ومن بعد طليقتي كانت مغربيه وراها شايدتني من يدي وتقول لي لو كان ما تقولش صحراء مغربيه ما تشوفش وليدك. يعني فهمتي كيفاش؟ يعني واحد العفايس راهم صاريين لا حول ولا قوه الا بالله تاعي ماشي تاعك. وشنو تاني تفكريني لو سوجي برانسيبال سيتي كوا واش كنتي السوجي هو تهضري؟ واش لازم يتبدل في الجزائر في رأيك؟ يعني وشنو هو وشنو الحاجة الأولى اللي لازم تتبدل بالنسبة لك؟ الحاجة الأولى اللي لازم تتبدل أن لازم يكون عندنا وعي كبير اليوم ونفهموا بأن العالم راهو يافونسي، وبأننا مالوروزمون رانا دايرين عالم آخر، عالم وحدنا عايشين فيه. شغل حنا زعما العالم كاع هكذا هاوليك وحنا دايرين هكذا شايدين كوينة وقاعدين نشوفوا في العالم شغل موسوسين. فهمتيك؟ شغل ماناش حايبين ندخلوا في العالم. شغل رانا للأسف دايرين عالم وحدنا ومريحين لا نشوفوا فيهم هادو العالم. فهمتي؟ فبالتالي لازم حنا نركبوا نواكبوا التطور، نواكبوا العولمه العلم، نواكبوا العالم كيفاش راهو يمشي. فهمتي؟ نسيروا مع العالم. انت دوكا مقبيله كي كنتي تهضري على المروك، مقبل كنا نحكوا عليها في اللايف تاعي. كي تقول لك بلي المغرب كانت دايره هدف هو نصف مليون سياره كل عام، ومن بعد من نصف مليون سياره كل عام طلعت ل 750 الف سياره كل عام، ومن بعد الهدف منها انهم يولوا يديروا مليون سياره كل عام. اكبر دوله عربيه وافريقيه مصنعه يعني المعارض ولا الانسان الناقم ولا الانسان الناقد لما يسمى النظام الجزائري ولا الأحوال المعيشية في الجزائر أصبح اليوم يعاني التخوين ويعاني العمالة. إذا ما كنتش عامل للمخزن تولي أيدي خارجية، وإذا ما كنتش عامل عندك مرتك مغربية، وإذا ما عندكش مرتك مغربية عندك جيرانك مغاربة وراهم مسكنينك وراح يحاوزوك. يعني هذه من أصعب المضايقات اللي تعرضت لها أنا. هذه حاجة الأولى. سي فري كو في لاجيري ما كناش نهضروا على المغرب ولا نتناقشوا في امور المغرب. باغ اكزومبل انا جامي عرفت ما معنى المغرب او قضيه الصحراء المغربيه. هذه كي دخلت لتيك توك لقيت هنالك حرب طاحنه بين الشعبين، وهنالك بروباغندا من كلا الطرفين. البروباغندا الجزائريه فاشله شويه يعني في بعض العفايس، والمثال الواضح بان البروباغندا خسرت انك اليوم وليت تستعين بالتلفزيون الوطني باش تجوز افكار، هذيك الافكار اللي هي مغلوطه تماما.
التلفزيون الجزائري اليوم ولا يمد واحد العفايس